قبل ما يقارب 20 عاما كنا نرى حملات جمع التبرعات في كل مكان، في الأسواق، في الجوامع، بعد صلاة الجمعة، بل ولم يبقى إلا أن تراها بداخل منزله. يقوم عليها أشخاص كنا نرى فيهم الشخص التقي الزاهد الذي يسعى للخير، ولكن ذلك الثوب الأبيض كان يخفي وراءه رائحة الدماء وغبار الدمار. خالد بن محمد بن حمد الراشد. لعل الكثيرين يعرفون هذا الاسم الذي كان يعتلي منابر الوعظ والتذكير بالموت والحساب والعقاب، ولعلها تبادرت إلى أذهانكم صور تلك الكاسيتات التي كانت تحمل أكثر العبارات تخويفا وترهيبا، بل وجعلت من الدين عسرا بدلا أن يكون يسر. لم يكن ذلك الواعظ الذي عرفناه، فقد كان مجرما إرهابيا خارجا محرض يزج بأبنائنا وإخواننا الشباب إلى المهالك وفي تنفيذ العمليات الانتحارية، وكذلك يجمع أموال الشعب الذين أرادوا أن تذهب تلك الأموال لمن يستحقها، ولكنه ذهب بها إلى من يقتل المسلمين ولا ينفعهم. كل ذلك تحت راية الإرهاب الذي يعد الجهاد براء منه. يتباكى الخارجون على الإرهابي خالد الراشد مدعين أنه مظلوم، بينما يعدونه عالما إسلامي، وهم يعرفون أنه ليس إلا بوق يردد كلمات تحريضية مع القليل من الدموع والدراما ليهيض قلوب الشباب والمراهقين ليبيعهم بعد ذلك إلى التنظيمات الإرهابية. وذلك ما يؤكده القرار الصادر بحقه. كنا نعيش بزمن يسرح ويمرح فيه المتطرفون والإرهابيون المندسون أمثال خالد الراشد، ولكن ذلك ماض نفتخر بأننا تخلصنا منه. فلا مكان بيننا لمتطرف أو إرهابي أو فاسد مفسد. نحن نعيش اليوم أولى خطوات انطلاقنا إلى القمة. لن ننظر وراءنا لكي لا نتأخر على موعدنا في القمة. كونوا بخير، واعين، طموحين. في أمان الله.